مساء الخير. اليوم غادي نهضروا على موضوع اقتصادي مهم. علاش الاقتصاد المغربي متوقع يكون مقاوم في 2026 رغم التقلبات اللي كيعرفها الاقتصاد العالمي؟ مؤشرات متعددة كتبين أن الاقتصاد المغربي داخل 2026 بثبات نسبي. أولاً، المغرب ولا كيعتمد على تنويع القطاعات بحال صناعة السيارات، الطيران والفوسفات، وما بقاش مربوط غير بالفلاحة. ثانياً، كاين استثمار متواصل في البنيات التحتية وفي الطاقات المتجددة اللي كتعطي استقلالية وتقلل من كلفة الطاقة. ثالثاً، توجه نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ولا عنصر أساسي في خلق القيمة وفرص الشغل. وأخيراً، الاستقرار المالي والتحكم النسبي في التضخم كيعطيو الاقتصاد قدرة على الصمود. الخلاصة، الاقتصاد المغربي في 2026 ماشي بلا تحديات، ولكن عنده عوامل قوة كتخليه أكثر مقاومة من قبل. كان هذا عرضاً اقتصادياً مختصراً. إلى اللقاء في مستجد آخر.